في ليلة اختلطت فيها أحاسيس الملايين، وارتفعت الأعلام الحمراء في شوارع الرباط، كتب فصل جديد في تاريخ كرة القدم المغربية. منتخب المغرب للشباب يحقق حلما طال انتظاره ويوصل بلاده إلى نهائي كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي، إنجاز لم يحدث من قبل. الصحف الأوروبية استيقظت على هذا الخبر كحدث يستحق التحليل. من فرنسا جاءت عناوين تحدثت عن خيبة فرنسية وبطولة مغربية منظمة، والصحافة الفرنسية أثنت على نضج وصرامة تكتيكية لأسد الأطلس الذين رفضوا الانكسار أمام ضغوط المواجهة. في إسبانيا رأوا في هذا الإنجاز إشارة إلى قوة مشروع الكرة المغربية ونتاج عمل المدارس والشباب، ووسائل الإعلام هناك وصفت ما حدث بأنه مغربي تاريخي، يثبت أن القارة الإفريقية قادرة على خلق أجيال واعدة تنافس على أعلى مستوى. على المنصات العالمية مثل ESPN و Inside World Football لم يقتصر الكلام على فرحة مؤقتة. تحليلات عميقة أكدت أن هذا الجيل يعكس تطورا مؤسسيا في تكوين اللاعبين واستغلال الفرص في المباريات الحاسمة. وفي الصحافة العربية اندفعت الكلمات المليئة بالفخر. من تقارير تناولت اللحظة الرياضية إلى إشادات رسمية وصلت حتى إلى أحاديث السفير والممثلين الدبلوماسيين في تشيلي الذين احتفلوا مع اللاعبين على المدرجات. الصور بعد صافرة النهاية، لاعبين حاملين العلم، ومدرب يبكي من الفرح، وجماهير تغني في الشوارع، كلها رسخت فكرة أن هذا ليس مجرد فوز في مباراة، بل صفحة جديدة في سجل الكرة المغربية. وتحت كل هذه العناوين والتقارير كان هناك أسماء صاعدة لقبت بنجوم البطولة، وظهرت مقارنات جريئة مع لاعبين كبار، لكن ما ركزت عليه الصحافة هو العمل الجماعي والثقة التي بنتها هذه المجموعة من الشبان. الصحافة رأت في المنتخب المغربي مزيجا بين خطة تدريبية واضحة، تحضير ذهني، واستثمار في المواهب المحلية، مزيج جعل المغرب يتألق على أرض تشيلي ويصل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه. هذه القصة لا تنتهي عند الصافرة. الصحف الآن تتساءل: هل سيكتب هذا الجيل الفصل التالي ويعود باللقب؟ وفي انتظار يوم النهائي، بقيت الصحافة على موعد مع مزيد من التحليلات، التوصيفات، والبطاقات التي ستحكي عن تلك الليلة التي تحولت فيها أحلام الملايين إلى واقع. ادعم القناة بلايك واشتراك إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، وسأجلب لك تقارير وترجمات مباشرة من أبرز العناوين العالمية قبل وبعد النهائي.